كله اتردد امبارح ان يورجن كلوب هو المدير الفني للنادي الاهلي بعد مارسيل كولر. الكلام ده غير صحيح، عشان الراتب بتاعه ما يقارب ال 25 او 30 مليون يورو في الموسم، والراتب ده بعيد جدا يعني عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي استحاله يدفع الراتب دوت في اي مدير فني. الاسم المتردد حاليا هو مدير فني الماني اسمه مارك رويز، تم اقالته من نادي ريد بول يوم 30 الشهر اللي فات بسبب ان هو ما حصلش معاهم على مقعد مؤهل لدوري ابطال اوروبا. هو راتبه ما يقارب اللي هو 3.5 مليون يورو. هو راتب بعيد عن النادي الاهلي، بس شركه الكوره تدفع جزء من الراتب، تحمل جزء من الراتب للتعاقد التعاقد النادي الاهلي معاه. آه، اللي حتى الان متوقف عليه ان النادي الاهلي يقيل كولر. النادي الاهلي مش عايز يقيل كولر من منصبه بسبب اللي هو تخوف اللي هو يجيب مدير فني محدش يتاقلم مع النادي الاهلي في فتره كاس العالم. محمود الخطيب متمسك بكده يعني، وهو عطى النادي الاهلي مهله اسبوعين ان هو يدرس الفريق ويشوف اوضاع الفريق، يشوف اللعيبه ويشوف الحاجات ديت، يدرس الفريق اسبوعين. عطاهم اسبوعين ليه؟ اللي هو ايه؟ نادي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، في حال خروج ريال مدريد من دوري ابطال اوروبا، الاسم المترشح بقوه اللي يمسك ريال مدريد اللي هو تشافي الونسو المدير الفني نادي باير ليفركوزن. فلو مسك المدير الفني نادي باير ليفركوزن مسك ريال مدريد، فنادي باير ليفركوزن هيعوز يتعاقد مع اللي هو مارك رويز اللي هو النادي الاهلي دخل معاه في مفاوضات، فهو اعطاهم المهله اسبوعين بسبب كده.